انتوا اعظم حاجه حصلت لي. والله العظيم حضرتك احنا من ساعه ما عرفنا ان شيكا جاي هنا كل الناس كانت فرحانه، ومن اول يوم ما هو جه كنا مصممين ان احنا نعمل له حاجه تليق بيه وتليق باللي قدمه للزمالك، فاحنا ان شاء الله عاملين حاجه هتشوفوها مميزه ما اتعملش لحد قبل كده. شيكا واحد بس اسطوره الزمالك، لو في اخر الدنيا هنروح. احنا بنحتفل برمز من رموز نادي الزمالك، وبنحتفل بالكيان نادي الزمالك، واحنا سعداء جدا طبعا ان اي حاجه من ريحه نادي الزمالك موجوده، فيمكن دي اقل حاجه نقدر نقدمها لنادي الزمالك في يوم زي ده. احنا جروب زمالك قطر فانز من اقوى الجروبات طبعا، من اقوى الجروبات اللي موجوده في قطر. والله زي ما انتم شايفين بنضرب للمره المليون حدث تاريخي هنا في الدوحه، فقط اللي يقدر يعمله جمهور الزمالك فقط. النهارده بنستقبل اسطورتنا شيكا، مش بس علشان مسيرته اللي امتدت معانا 14 سنه، ولا علشان ال 89 اسيست ولا ال 70 جون ولا ال 18 بطوله. شيكابالا بالنسبه لنا شخص بيشبهنا، شكلنا مننا، واحد زينا، شالنا فترات كتير، شالنا في العشريه السوداء اللي كانت اصعب ايامنا. دلوقتي جه الدور علينا ان احنا دايما نكرمه بعد ما اعتزل. ان شاء الله النهارده نعمل مظهر يليق بينا وحاجه لرابطه الزمالك في قطر والشيكا والزمالك كلها ان شاء الله. والله اي حاجه يطلبها جمهور الزمالك احنا تحت امره فيها، لان انك تكرم شيكابالا احد اساطير نادي الزمالك، لاعب تاريخي، واعتقد اقل حاجه ممكن نقدمها لنجم كبير زي شيكابالا. عمل كتير نادي الزمالك، عمل تاريخ، حقق بطولات، فبتمنى له كل التوفيق بعد قرار الاعتزال. ولكن اقل حاجه ممكن نقدمها له وهو موجود في قطر ان احنا نعمل له يوم زي ده، واديك شايف الحب واديك شايف الاقبال، وان شاء الله هيكون يوم جميل باذن الله. شيكابالا بيمر، شيكابالا يا سلام، ولا على باله 1-2. شيكابالا هذه كراته وهذه افعاله. شيكابالا كانه في حصه تدريبيه، استلم الكره رمض الاول مره وتوغل وسدد الجول. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا، شيكا يقول الحقيقه، شيكا يشعل الحقيقه. مش ممكن. في طلبات اوامر. الموضوع يتعلق بشيكابالا لازم يبقى اوامر، لان شيكابالا انت كتير نادي الزمالك. احنا معانا هنا في الصاله المرتبطه بنادي قطر اللاعب الاسطوري التاريخي الايقونه نادي الزمالك، ابن 100 نقطه، واللي شال نادي الزمالك على كتافه سنين وسنين، واللي كان مسؤول عن زياده شعبيه نادي الزمالك في مصر والوطن العربي، واللي ضحى كتير على نادي الزمالك. كان ممكن يسافر ويقعد بره ويلعب في انديه ثانيه بملايين الملايين، ولكن هو فضل على مصلحته الشخصيه. الإنسان مننا فرق الحياة أو بيموت لما ترتفع عن الموت، أو الروح بتخرج إلى بارئها، ولكن أنت ممكن تموت وأنت عايش لو فقدت الأمل، لو حسيت بالظلم، إنما مش هيقدر يظلمك طول ما في جماهير زيكم بتحب نادي الزمالك. عايز أحيي النادي الإعلامية طبعا بالتفاعل مشاهد نادي الزمالك سابقا وراديو سبورتس حاليا زملكاويه كبيره. انا بتشرف مبدئيا ان اكون موجوده في مكان زي ده مع شيكا. يعني مش محتاجه اتكلم خالص عن شيكابالا. انا
وكابتن هيثم فاروق وانا فعلا ايا كان كنت فين، كنت جوه النتيجه، كنت بره النتيجه، كنت في الاعلان، احنا هنفضل مساعدين بجد. طبعا الاحساس اللي انا شايفه النهارده دوت بقالي كتير ما شفتوش، لان دوت يمكن من 15 سنه تقريبا كل فرقه النادي واحنا في الملعب مع بعض وقضيت افضل فترات حياتي في نادي الزمالك. طبعا انا سعيد جدا بوجود شيكا معانا في الدوحه، وسعيد جدا باللي انا شايفه ورايا في ظهري دلوقتي رابطه مشجعين نادي الزمالك في دوله قطر. حاجه جميله جدا وعدد كبير جدا، وزي ما قلت دايما جمهور الزمالك ورا نجومه ولاعيبته وناديه في كل المحافل. جمهور فعلا بيحب النادي، والنهارده التكريم دوت معمول طبعا لشيكا اللي هو يعتبر رمز من رموز نادي الزمالك فعلا، واحد نجومه على مدى ال20 سنه اللي فاتوا، اللي ضحوا كتير جدا للنادي وقدم كتير، وده تكريم بسيط ليه على مسيرته مع النادي. وانا شخصيا يعني مش عايز اتكلم عن نفسي، النهارده من افضل فترات حياتي قضيتها في نادي الزمالك، دي حقيقه من غير مجاملات. انا لعبت في انديه كتير، لعبت على دوريات كتير في كل مكان، بس احساسي في نادي الزمالك جوه نادي الزمالك كان حاجه تانية خالص. والناس اللي ورايا دي هي دي السبب ان انا وصلت للتوب ليفل بتاعي واعلى مستوى في نادي الزمالك. وكان طبعا بمساعده كل اللعيبه اللي موجوده مش هنساهم، لكن يمكن في الجزء الاخير كنت بلعب انا وشيكا، والناس كلها فاكره لحد النهارده انا بتكلم على 2009 و10 و11، احنا بنتكلم عن 15 سنه فاتوا، والناس لغايه النهارده فاكره الاهداف اللي احنا عملناها والاهداف اللي جبناها والمتعه اللي كنا انا نفسي لما ساعات بشوف المباريات دي بحن للزمن القديم. فان شاء الله ما تكونش اخر مسيره لينا ان احنا نقدر نخدم نادي الزمالك في اي حاجه بعد كده، سواء في المجال الاداري المجال الفني. نتمنى ان شاء الله ان دايما نكون متواصلين في النادي، مش بس كانت لعبه. بشكر كابتن هيثم فاروق، بشكر كل الناس اللي عملت اليوم الحلو ده، اللي انا اشوف الناس اللي انا بحبهم. انتوا اعظم حاجه حصلت لي، واعظم حاجه ان انا بنتمي وابقى واحد منكم. نادي الزمالك طول ما انتم موجودين عمره ما يقع، احنا في ظهره لحد اخر يوم في حياتنا. ارض نادي الزمالك ان شاء الله هترجع بيكم اولا، وان شاء الله هناخد كل البطولات مع بعض ان شاء الله ان شاء الله. وحشتوني والله والله وحشتوني.
ما اقدرش اتاخر مبدئيا، ما اقدرش، وانا مبسوطه جدا جدا ان احنا عملنا حاجه زي دي، واكيد ان مش اخر مره عشان الشكل ده مستحيل. يعني انا ما تخيلتش انه المدرجات تبقى فول، بس لا لما شيكا يمكن اكتر من كده كمان. انا مبسوطه قوي قوي ان انا موجوده هنا، وعلى راي واحد من المشجعين ان انا دخلت التاريخ فعلا، ان انا اكون موجوده وسط الجماهير دي. جماهير نادي الزمالك دايما احنا بنقول ليها طابع خاص بصراحه، يعني ان جماهير نادي الزمالك مختلفه، وحقيقه انا مبسوطه قوي، وشيكابالا يستاهل ده ويستاهل اكتر من كده كمان، ويستاهل الحب ده جدا جدا. وزي ما قلت له، سواء هو جوه الملعب بره الملعب محلل في الاعلام، احنا هنفضل فخورين بيه وهنفضل دايما بنتعلم منه. وبجد انا مبسوطه قوي ان انا موجوده هنا. عاملين حاله حلوه قوي، وفي يافطات انا مش عارفه الناس ازاي لحقوا يعملوها وازاي عملوها بالدقه دي، والهتافات لشيكا، يعني شيكا بكى، يعني دي يعني من الاجواء ومن كل حاجه. لحظه صعبه، بس لحظه تخلينا واثقين ان الاسطوره عمرها ما بتموت بصراحه. جماهيرنا الجميله، الاحتفال ده علشان نثبت ان اي حد بيحب نادي الزمالك وضحى من اجل النادي، اتحمل مضايقات كتيره جدا جدا جدا، سواء من جماهير او من اعلاميين او ناس مش فاهمه في الكوره، واخلص من نادي الزمالك، هيكون ده مصيره هو التكريم، وهنشيله فوق راسنا، وهنشيله جوه عيوننا، وهنشيله جوه قلبنا. وما عندناش احسن من شيكابالا، لان شيكابالا قدم كل غالي ورخيص.